تشوف هذا التدريج، تدريج متعوب عليه، واذا تحب تتعلمه اكو طريقه فيديو شارح لك اياه خطوه خطوه. شوفه. يلا لحيه على ما اعرف شنو، خليني اشوفك الوجه الامامي شلون صار. شوفه شو يرفع على راسك هيجي. تمام. هكذا حلو؟ حلو؟ سلامتك. كشمش كشمش كرم. يلا نصور فيديو حيوان انت. اجي اسد نطلع. فيديو من نص ساعة دي شغل هذه. هاي 1:30. 1:30 ترفع الجير، تاخذ لك طبقة اصبعين. السلام عليكم شباب. تنزل الجير، تسوي له طاب جير. تجيها بالمشفر. مشفر وعلى كيفك، لا تستعجل عليها. كمل تدريجك، ضبطه زين. انا تذكرت وانت تريد بالخطوة الثانية تصور، بالصفحة الثانية تشرح. نفس الشيء. انت معدل ابو ادهم. حبيبي الغالي. الله يعزك. الموديل راح يدفع لك فلوس مال الحلاقة؟ لا يدفع هو الممنون. من يشوف النتيجة بالاخير ما راح يتحمل، غصبا عنه راح يدفع. يفرح ويبكي يفرح ويبكي. هذا وقف روح. شغلت؟ ايه. 1 خليه يجي، خطه يا طابقه، مو اللي هنا تصعد شويه اللي جوا. ركز بالفيديو راح يبين عندك الفرق. ترجع تنزل شويه. النص خليها شغل طاب جير. نص الماكينه تشتغل، ما تشتغل كلتها، نص الماكينه، نص السكينه اقصد هيجي، لان شنو المكان ضيقه عندك. خلصنا من هذا التدريج الفوق، بقى بس تصفيه وشويه نرجع بيه بالورا، مشط ومقص. يبقى عندك هذا الخط بالسكينه بوحده تروحها. تشوف هنا اكو سواد هوايه، هذا شويه تخفف من الكثافه مالته حتى يتساوى عندك. تبقى هذا الخط عندك، واحتمال اسويه ابو الخط. هذا الخط تنطيها نص، عمينا بنص السكين مال الماكينة، راس الماكينة يعني مو كاملة. سوادات براس الماكينة.
نزل. يبقى عندك فقط التنعيم هنا، تحديد تحددها بالموس، والتسريحة انت وشطارتك. طبعا. ايه شغل. هذا التحديد بالموس تجي رسم التحديد عندك. تبدي باللحية تصفير. هاي اللحية هذه كلها مصفرة، بس باقي الماكينة حتى من تيجي بتحدد بالموس يبين التحديد. اه روح ها؟ مصور. نمرة 2 ترفع تجي هيجي. الزبون خطيه ما يقبل واحد يطخ هاي المكان، فقلت لا ما راح نطخها. هسه هيجي تبدي تدريج نمرات شوي شوي لحد ما يموت عندك التدريج. نمرة 1 نزل جير، تاخذ فيها ترجع ترفع، بدأ يخف عندك. هسه تجيها النمرة النص، وعلى المنوال تدرج لحد ما هاي النص همينة ترفع الجير. موت فيه، مات عندك التدريج. بقى بس هنا هاي هسه تجي مشط ماكينة عالجوا مشط مقص حسب خفية ايدك وراحتك. يعني يقصد لي مو قصدي. شوف تيجي تاخذ الثقل نزل هيجي، حطيه ونشط عشان يشتغل شكل. روح. ايه شوف عالنمر وشوية تلح بالتدريج مالتها، يعني بالماكينة تلح بيها حتى شنو؟ الطافرات المخبوط مختبيات هيجي كلهم يتحركون ويطلعون. يعني شلون اقول لك، الطب جوا اللحية الطب، لانه الشعر يصير مطابق، اكو منه لازق على الجلد، اكو شعرايه فوق شعرايه، هذه تسوي لك نقاط سود ما حلو يصير التدريج فيها. فانت تلح بالماكينه حتى لو ما تاخذ الا شعرايه شعرايتين، وان شاء الله ما تاكل وياك غير 10 ثواني. هم بالمشط يلح. شوف هسه تبين فرق هوايه. اذا جاي تلاحظون كل شويه يشتغل ويمشط حتى ينزل الشعر. بالضبط مثل ما قال ابو كرم عزيز الله. هو الشغل كله ما يبين بعد التحديد، يلا يبين. يعني لو شقد ما تدرج شقد ما تسوي لازم تحدد، يلا يبين التدريج مالته. روح. هسه اذا تلاحظون اكو هنا خط بسيط بس يمكن بدا يبين بالكاميرا، بس انا دا اشوفه.
شوية تصعد الجير بالنمرة النص. شوف هذا راح الخط راح ما راح ترجع. هاي هسه بدأت تاكل الماكينة شوية. رجع. ما تروح تطب بيها زايد هيجي لا. هيجي حركة يعني الحركة مال الماكينة بمكانها تقريبا. ترفع 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 حتى شنو؟ هسه نطبق الجير للأخير. شوف تقريبا راح الخط شي قليل ظل. هاي تجي براس الماكينة يصفى عندك يظل عندك هذا موته. فقط ان هاي المكان نصفرها بالماكينة الناعمة. هسه بقى عندك هنا اثر خط وهنا اثر خط مال الماكينة الناعمة والصفر. هذه راس الماكينة تجيها موته. والله عرضها ما حلو. كيفك؟ شغل. شغلته. شوف من راح تتحدد يبين التدريج عندك كله واضح. تعال شلون؟ خليك على الصوت. والله حاليا يعني توقف عمو قات عمو دوق عمو سيارة عمو باص